أنا سميتي هدى، عمري 18 عام، من عائلة على قد الحال. الأب ديالي رجل كبير في السن، والأم ديالي توفات إثر واحد الحادثة. المهم كنت عايشة في دار والدية معززة مكرمة. تقدم واحد الشاب للزواج مني، وفق الأب ديالي. تزوجت بيه ومشيت سكنت مع عكوستي. كانت الصراحة مرة الله يعمرها دار. بقيت معها مدة عامين، ومن بعد راجلي تحول لواحد المدينة واضطر يديني معاه، وهكا انتقلنا. وما جينا فين نجلسوا واحد عامين حتى كانوا داو راجلي مرة أخرى. هاد الخطرة داوه للصحراء، لأن راجلي كان ميليتير وكان عسكري. داوه للصحراء وبقيت أنا بوحديتي، بحكم أن عقوستي كانت مسكينة توفات. المهم كان راجلي كل ما سمحت ليه الظروف كيجي، وخلال هاد الفترة ما عطاليناش الله الدراري. وكان فيما قالوا لي على شي طبيب ولا شي مرا كدير دواء كنت كنمشي عندها، لكن ربي ما سخرش. حتى لواحد النهار وانا كنتعرف على واحد السيده كانت بنت مراكش، كانت عندها واحد الام ناضت صيفطات لبنتها شي عشوب، وهذيك البنت ديالها دوقاتني، وربي جاب عليهم التيسير، وتماك حملت وعطاني الله بنيته سميتها أميرة. المهم فرحت أنا وراجلي بنتي أميرة بزاف، ودرنا ليها واحد السبوع ما تقدروش تخيلوه، ما خلينا اللي ما عرضنا. كانت أول فرحة لينا بعد الوفاة الأم ديالو. الحاصل كنت ساكنة أنا وبنتي أميرة بوحديتنا، وبحكم ما راجلي كان بعيد عليا كان كيصيفط ليا المصروف شهريا، وكنت أنا كنشد هذاك المصروف، النص كنصرفو النص كنخبعو. ومش حال د الخطرات كنت كنخلي في راسي الغبن وكنجمع، لأن كان عندي الهدف وهو أننا خصنا نجمعو باش نشريو شي قطعة أرضية ونديرو شي دويرة. المهم دازت سنين وسنين وانا على هذيك الحالة، شوية كنصرفو والباقي كنجمعو، حتى لواحد النهار وانا كنخبر راجلي بلا راني جمعت واحد المبلغ يمكن لينا بيه نشريو شي قطعة أرضية. كان في حدود شي 12 مليون تقريبا. وفاش ساق الخبار راجلي فرح بزاف، وهكا شرينا الأرض. ومن بعد اضطر راجلي باش يبيع الدار ديال عائلتو، وهكا قدينا نبنيو الدار فيها 2 طبقات. وكنت فرحانة واخا الفرحة ديالي كانت ناقصة ليها شي حاجة، حال تمنيت يكون عند بنتي شي أخ، لكن ربي ما سخرش. وفي نفس الوقت راجلي ما كانش باغي، كان كيقول لي بركة علينا البنيتة، راه الزمان قاسح. واخا أنا الصراحة في قرارة نفسي كنت محروقة على الدراري. المهم دازت الأيام ومشات الأيام. واحد النهار وانا كنكتشف بلا راني مريضة، داني راجلي لسبيطار ديال مكناس خاص بميليتير، وتماك اكتشفوا بلا راه عندي ورم سرطاني، لان بعد ما داروا لي الفحوصات وليريم عرفوا هذاك الشيء. وتماك كانت الصدمة الكبيرة بالنسبة ليا، انا باقية صغيرة وبنتي محتاجة ليا. الحاصل كانت نفسيتي مدمرة، وما كان عالم بيا غير ربي، ولهلا يوري لكم حالتي. وكنت محتاجة لراجلي باش يواسيني ويوقف بجنبي، لكن حسيت بمجرد ما عرف بلا راني مريضة بورم سرطاني لسوء الحظ تقلب عليا. الحاصل عشت واحد السلسلة ديال المعاناة ما تقدروش تخيلوها، وراجلي عوض ما يساندني ويوقف بجنبي تخلى عليا، ولاو كيبانو ليه شلا بلانات. ونهار كيكون عنده الكونجي عوض ما يجي ديريكت للدار ولا كيدوز المدن كاملين عاد كيجي عندنا. بغيت نقول لكم بلا راني وليت بالنسبة لي بحال زايدة ناقصة، وما عمر ما سولني على هادوك الحصص اللي كنمشي كندير، ولا على بنتو، مع العلم ان هاد البنت هي اللي قتلتني. كنخاف ديما لبالي شي نهار نصبح ميتة وتبقى بوحديتها. المهم دازت الايام ومشات الايام. واحد النهار جا راجلي قال لي بغيت نهضر معاك. قلت له شنو؟ اش حب الخاطر؟ قال لي بغيت نقول لك بلا انا ما بغيتش ندير الحرام، انا بغيت نتزوج. قلت له اش كتقول؟ قال لي بغيت نتزوج، انا خصني الدراري، انا ما غاديش نبقى غير على بنيته وحده، ضروري خص يكونوا عندي 2 ولا 3 ديال الدراري. قلت له ولكن انت اللي ما بغيتيش نولدو فاش كنت صحيحه. قال لي كنت، ولكن دابا باغيه نولد، وانتي ما تقدريش تجيبي الدراري، خصوصا انك دابا كديري الحصص وكديري الشيميو. هكا قال لي. تخيلوا دابا نتوما مدى المعاناة ديالي
واخا هكاك ما احترمش الجرح ديالي. وفاش قال لي هادشي دارت بيا الدنيا، ما كنتش متخيله بلي راجلي ناد لهاد الدرجه. لو كان هو اللي في بلاصتي ما كنتش انا غادي نجرحو، وما كنتش انا غادي نقول ليه حتى شي حاجه. كنت غادي نوقف معاه كيف كيوقفوا بنات الاصل مع الرجاله ديالهم. لكن هو للاسف بمجرد ما مرض فكر يتزوج عليا، مع العلم انه ما كانش كيفكر في دراري، لان ياما قلت له غادي نزيدو شي وليد ولا شي بنيته لبنتنا اميره، كيقول لي ما عندي ما ندير بيهم، الزمان صعيب. ودابا ولا كيفكر في الدراري. المهم فاش قال لي هاد الشي قلت له الا كنت كتفكر تزوج غير من اجل دراري غادي نسول الطبيب ديالي لعل وعسى يقول لي عندك الحق تولدي. ومشيت بالفعل وقلت له للطبيب اودي راني باغيه نولد، ولكن الطبيب قال لي ما غاديش ننصحك لان انت كديري الشيميو، وبالنسبه ليك والمرض ديالك الولاده خطر عليك وتقدري تموتي كاع فيها. واخا هكاك غامرت بحياتي ووقفت الشيميو على امل ان ربي غادي يحن عليا يعطي لي شي وليد ولا شي بنيته اخرى باش نرضي راجلي. لكن للاسف راجلي كان في راسو العجينه. راجلي كان تعرف على واحد البنت وكان وعدها بالزواج وكان كيخرج معاه وكيصرف عليها. يعني انا كنت مجرد عقبة في الطريق ديالو، كان باغي يتخلص مني بأي طريقة باش يعيش هو حياته. ما فكرش كاع في هذاك الشيء اللي داز بيني وبينه والعشرة، بالعكس كل حاجة هانت عليه. ما قالش بلا مرتي مسكينة كانت كتخلي في راسها الغبان والجوع وجمعات، وحتى فاش درنا الدار قيدتها بسميتو هو. قلت له قيدها بسميتك انت، ما كانش في نيتي الغدر. هو كل شيء هادشي ضربوا ليا في الزيرو. كان الهدف ديالو الوحيد انه يستحني ويتزوج عليا. وفاش عرفت انا بلا راجلي هانت عليه العشره ما بقيتش كنفكر في الدراري، واخا وقفت الشيميو ولا الهدف ديالي الوحيد ان غادي نعيش من اجل بنتي، على الاقل ما تهممش بنتي. المهم بقيت كنصارع المرض وكنطلب ربي ليل ونهار يلقى ليا شي مخرج ويطول ليا في العمر، واخا ماشي من اجلي، من اجل غير بنتي، لان مسكينه غادي نخليها بوحديتها. حتى الميمه ما راهاش عندي اللي غادي تبقى معاها. وانتم عارفين الانسان فاش كتموت الام ديالو يعني كيتكرفسوا بالمزيان. المهم وليت كنطلب ربي الليل والنهار يطول لي في عمري ويشافيني. الحاصل دازت ايامات، وواحد النهار وانا كنحصل عند راجلي في التليفون تصاور ديالو هو خاطب شي وحده وكانوا كيقطعوا الطارطه. وفاش صارحتو قال لي راني قلت لك بلا راني غادي نتزوج وهذا الشيء يكفي، ما عليك غير تعطي لي الموافقه بغيتي ولا كرهتي. وتماك ما كان عليا غير هزيت باليستي وهزيت بنتي ومشيت عند الاب ديالي. المهم بقيت عنده شي مده شي شهر تقريبا. واحد النهار وحنا كنسمعوا التليفون كيصوني، مشيت هزيت التليفون لقيت الشرطه الاداريه خبروني بلا راجلي مات انتحر. جالي الخبر بحال الصدمه، كنت قريب غادي نموت. شديت الكار انا والاب ديالي وبنتي ومشينا للدار ديالي، وتماك لقينا الشرطه الاداريه وشلام الاسئله. وبعد التحريات والتحقيق اكتشفت ان راجلي انتحر، لان اكتشف مؤخرا بلا حتى هو فيه مرض السرطان، ولاني هو راه فيه في النبوله. بعد ما مشيت بحالتي دوز شي ايامات مورايا ومن بعد مرض، وفاش دوز الطبيب اكتشف بلا فيه السرطان. وهذا الشيء صرح به واحد الصديق ديالو اللي مشى معاه للطبيب، وهو اللي قال البوليس بلا راه كان فيه السرطان وما رضاش، خصوصا انه كان عوال على تفوخ زيد، كان باغي يتزوج. ولكن ربي سبحانه وتعالى جاب لي هذا المرض وهو ما رضاش به، وهكا وضع الحد لحياته. والفرق بيني وبينه انني انا انسان حمدت الله على المرض اللي عطا ليا، اما هو ما رضاش ونسى بلا راه المؤمن مصاب. وهذه هي قصتي. خوتي خواتاتي ما تنسونيش باللايك ديالكم وتضغطوا على الجرس، وجزاكم الله كل خير، والى اللقاء في قصة واقعية اخرى.